مساء الخير. معكم حلقة جديدة في برنامج بودكاست رجال تعرف المستحيل، والنهاردة معانا منزو وعلي وعبدو يتحدث. وهيكون موضوع حلقتنا النهاردة من ضمن سلسلة زي ما تيجي. موضوع الحلقة النهاردة هيكون عن الموفينج اون زي ما طلب أحد المستمعين المجهولين على صراحة، وشكر فيا طبعا، وحبيب قلبي حبيب قلب الوسطى. يعني ما اعرفش انت مين يعني، بس ربنا يخليك. وهنتكلم النهارده عن الموفينج اون. مش بس في العلاقات، ولكن احنا دايما بنموف اون، بنحب نموف اون من الحاجات العادات الوحشة اللي في حياتنا، الناس الوحشة اللي في حياتنا، الأماكن الوحشة اللي في حياتنا البلاد الوحشة اللي في حياتنا. فهنتكلم عن الفكرة اه دي عموما من كل الجوانب يعني. فنحب إن احنا نرحب بالسادة المستمعين. وإزيك يا منزو؟ إزيك يا علي؟ عايز كله اعيط. فل. منزل عايز يهرب ومش عايز يسجل الحلقة، خلاص روحوني من هنا. انا متوتر. منزل بعد الحلقة هيقعد يفكر ازاي يعمل موف من البودكاست، فاهم ده؟ ازاي عملتش الحلقه وانزلها، فاهم؟ أنا يا عمي وحشتني حاجة بكرهها. قال لي معلول طيب، لا يا صاحبي. نسأل أول سؤال لبنزو. يعني إيه يعني موفينج ايه أون؟ يعني ايه موفينج اون؟ موفينج اون هو انك خلاص فقدت شيء، ايا كان هو ايه، علاقه بقى او حاجه انت بتحبها فقدتها، او ما بقتش تقدر تكون في حياتك، فلازم تتحرك. عشان انت لو فضلت واقف مستنيها او واقف على ذكرها، حياتك هتتدمر، او مش هتتدمر بس حياتك هتاخد منحنى لتحت. فهو الموفينج اون هو بس فكرة انك لازم تتحرك بسرعة عشان الدنيا ما تدوس عليك. بس الفكرة بقى فين؟ الفكرة ان في ناس عندها القدرة انها تموف اون بسرعة وانها تواكب الحياة، وناس بتقف تحت شوية. هل في ناس ما مش بتموف اون خالص؟ في ناس مش بتموف اون خالص، بس يعني ربنا ما يكتبها على حد، وربنا يسهل الناس اللي بتموف اون بسرعة، يعني يا بختهم. ما هو استاذ منزو، هو مش معنى ان انت بتموف اون ان انت ب... يعني بتنسى. بالظبط كده. فاهم؟ فاهم. لا، انا قصدي ان في ناس مش فكره النسيان هي اللي بتسيطر عليهم، فكره ان هم يمشوا في حياتهم اصلا بتكون صعبه. بالظبط. يعني احنا بنتكلم هنا عن الموفينج اون نفسه، فكره انك تعرف تواصل حياتك بغض بالظبط، النظر مش بقى مش ان فكره انت النسيان، ان لا انت لا. لسه فاكر الشخص، او لسه بتكن ليه نفس المشاعر او ايا كانت يعني. ايوه ايوه، لا لا، انا قصدي فكره طيب، ان الشخص يمشي في حياته، مش ان هو ينسى او ما ينساش. ده كلام جميل. طب استاذ علي، حابب تضيف حاجه، او ايه تعريف الموفينج اون بالنسبه لك يعني؟ هو بس عايز اضيف حته انه هو اصلا فكره ان انت تموف ان انت مش هتنسى، لان انت صعب تنسى بني ادم من حياتك، مثلا صعب تنسى موقف، صعب تنسى حاجه انت بتحبها مثلا وراحت منك، صعب تنسى حاجات كتير جدا. صعب، بس فاهم. لو ليك ميموريز انت في الشوارع وفرت مثلا معينه. انت وفرت العوامل المناسبة، هتنسى. يعني مثلا لو انت ايه، الاماكن اتغيرت وسافرت مثلا، رحت حتة تانية، عرفت ناس جديدة او كده، فغصب عنك بتنسى. مش وانت ضروري. مش مخطط مثلا انك تنسى، انما لما بيبقى الموضوع خلاص خرج من دماغك، مش قصه نسيان اللي هو اكشلي نسيت، بس انا ممكن في وقت الوقت بقلب في حياتي مثلا، فاهم، سرحت وانا باصص في السقف وانا داخل انام على السرير هفتكر حاجه هترجع شريط، مش هتأثر، ده كده انا عملت موف اون، بس انا ما نسيتش. ان الانسان مش بينسى بطبعه، فاهم. مش كلنا يعني، في ناس بتنسى والله اكبر عليها، يعني ربنا يبارك لها في النعمه دي، وفي ناس ما بتنساش حاجه خالص، فاهم. دي حقيقة. انا بتكلم بس ان النسيان دايما بيكون مربوط بعوامل معينة يعني، بتسهل العملية، بتخلي ده العملية اسهل اكيد. بكتير. ده اكيد. طيب، كلام جميل يعني. وطبعا انا متفق معاكم عامة، بغض النظر عن مثلا لو في اضافة او كده، فانتوا قلتوا فانت حاجات لو شاملة كل لو حابب حاجة. تضيف حاجه ضيفها، يعني هنحب لا نسمع. يعني هو تمام، هو انتوا كلامكم زي الفل يعني. مم. هو فعلا موضوع الموفينج اون، هو يعني بقى متفق مع كلامكم، لو في اضافة هضيفها، فاهم، ماشي. وانتوا بتتكلموا. طيب، ننتقل لنقطة تانية في الحلقة. ايه الفرق ما بين الموفينج اون والكراهية؟ موفينج اون حلو. هو انك بتتخطى الموقف او تتخطى الشخص وتكمل في حياتك، مع احتمالية ان الشخص ده يكون او امل من ناحيتك ان الشخص ده يرجع حياتك، او ان لسه انت محافظ على الحب والمودة والصداقة، او ايا كان المسمى يعني، لسه محافظ عليه. لكن الكراهية ده ان الشخص يوصلك لمرحلة انك ما بقتش عايز حتى تشوفه، ما بقتش قادر انك تبص عليه من بعيد.
ما بقاش اسمه موفينج اون، بقى اسمه انا ليه عملت في نفسي كده. ده نوع صعب من الحب عامة، فاهم؟ اللي هو انت حبيت حد لدرجة ان هو حبه ده خلاك تكره من الحب ده، ولد كره من كتر ما انت حبيته او من كتر اه ما هو طبعا. عمل حاجة. ما زي الفنانة أليسا ما قالت ايه، من اه، كتر حبي فيك انا خلاص قربت اكرهك. بالظبط. فهي دي الفكرة. الفرق بين الكراهية والموفينج اون هو بحر برضه، بس مش اي حد كده. هو انا بس انا يعني خلينا ممكن نسأل سؤال، هل الكراهية ممكن تكون جزء من الموفينج اون في وقت من الأوقات؟ مش عايز اسميها يعني طبعا. كراهية، ايه؟ مش عايز ما اسميها يعني كراهية. مثلا بيجي عليك وقت مثلا، فلما بتبقى في حتة في علاقة مثلا وخلصت وكده، بيجي عليك وقت مثلا تبقى كاره كل حاجة تخص الشخص ده. بس ايوه، بعد كده بتلاقي ان لا، ده كانت عصبية موقف يعني، بعد كده يعني بعد شهر شهرين، فاهم؟ فتقول له دي كانت ساعتها كراهية، بس انا طلعت ان انا لا، مش بكرهه نفس يعني مش بكرهه الكره ده بجد حرفيا يعني، فاهم؟ ممكن ما صنفهاش انها كراهية، بس انا ممكن اديك مثال وهتفهم انا قصدي ايه. تمام. اه انا ماشي دلوقتي اتفضل. مثلا واحد بشرب سجاير وعايز ابطل اشرب سجاير، في حل من حلين: يا اما هبقى بني ادم بيقول انا علبه السجاير قدامي اهي ومش هشرب منها عشان يبقى اثبات ان انا قوي والعلبه قدامي وما اشربش منها، في الحاله دي انا كده كده هشرب منها لان الانسان ضعيف، لان كده كده انت هتبقى عايز تشرب منها. اه يا اما تبعد خالص، ما تخليش علبه السجاير قدامك، مش عايز تشوفها، وساعتها نسبة انك تروح للسيجارة او تروح تشتري سيجارة هتبقى اقل، دي فاهم؟ حقيقة. نفس الفكرة في الموفينج اون. لو انت مثلا عملت ميوت او عملت هايد، بعدت عن الشخص ده بشكل ما بقتش بتقابله، ما بقتش بتمشي في الاماكن دي، ما بقتش بتروح الاماكن اللي انتوا كنتوا متعودين تروحوها، فبشكل ما هتبدأ عقلك هيبدأ يتعايش مع الموضوع، فاهم؟ الفكرة برضو في الموفينج اون يا جدعان، ان الفترة انت في الاول، في اول فترة خالص لما بتفقد الشخص او بتفقد الحاجة، انت بتبقى لوام، تفضل تلوم كل مم. حاجة، تلوم نفسك، تلوم الظروف، تلوم الدنيا. بعدها تبدأ تحلل الموقف بقى، تشوف ايه اللي حصل، تشوف هو انت غلطت في ايه، طب انت عملت ايه حلو، انت عملت ايه وحش. فكرة انك تبدأ تحلل الموقف وتشوف انك تقول ما كنتش أسوأ بني آدم في الدنيا، برضه بتساعدك في انك تموف اون. ما هو اصل انت برضه، ما انت انسان، فاهم؟ انت المفروض انك بتخطئ، المفروض انك عملت حاجات حلوة. فانت لما جيت تتحاسب، انت اتحاسبت على موقف، ما اتحاسبتش على كل المواقف الحلوة اللي قبل كده مثلا، فساعتها نفسك هي اللي بتساعدك تموف اون. نفسك هي اللي بتخليك ماسك الموبايل بتشوف صورة الشخص ده، بتهايد، بتقلب بسرعة، بتوجعني. فاهم؟ بتكمل. وبتكمل عشان ايه؟ عشان انت لو مكملتش هتقع، ولو وقعت محدش هيوقفك، فبتكمل. انا بعرف ان انا تخطيت الشخص ده عامة، او يعني خلاص ما بقتش احس بحاجة كويسة ناحيته لما بشوف حاجة تتابعه واحس ان انا بطني وجعتني. ماشي ننتقل لأستاذ علي. يا أستاذ علي أنت ساكت يعني، وتقريبا أنت قاعد بتعيط. كلام منزو خلاني فاهم. سرحت لوهلة كده اللي هو قول كمان وسمعني اطربني. سيادة. طب علي صوت في لايك، صفير. تسلم ايد اللي فشخك. طب يا علي، هو عارف أنت حاسس من أنصار فكرة إن أنا عشان أموف أون الحاجة لازم تبقى بحاجة قدامي وما أحسش بناحيتها بحاجة، ولا أقطع كل حاجة وخلاص؟ والله انا بحس انه عشان عايز أثبت لك خلي يعني، الحاجة إجابتك قدامك. بتبقى أيوه أيوه، هي الإجابة اللي أنا مستنيها. أيوه أيوه. اتفضل. انا بشوف والله ان بسيب الحاجة قدامي بكرهها فاهم، بس بيبقى في بقى مشكلة هنا ان انت لما بتكره شخص بيبقى بيصدر منك افعال كده اللي هو ايه، بتبدأ بقى كرهيتك دي تبان، فانت لازم تبقى عارف تحجم كرهيتك للناس دي، تخليها لنفسك انت بس فاهم. ما تروحش تقول للناس ده راجل ابن انا بكرهها، انا اصلا مش طايقها، وانا مش عارف انا ازاي المجنون ان انا حبيتها اصلا، الجو التعبان ده لا خلاص ماشي. لحد ما تموف اون هترجع تقول والله هي كانت بني ادم كويس، هي يعني عادي ما توفقناش ايا كان بقى الاسباب ايا كان الحوارات فاهم. بس انا من انصار فكره انه انا كعلي يعني مش بتاثر لو من وجود الشخص او عدمه، خلاص انت مشيت، انت قدامي مش قدامي انا كده كده مش متاثر عادي فاهم. أنت موافق يا انا عايز ميزو اسال على سؤال الكلام عالي، عايز اسال سؤال عالي. هو ماشي. منطق عالي، المنطق بتاع ان اخلي علبة السجاير قدامي او اخلي شخص قدامي عشان ابقى قوي واعرف اتعافى منه، اه ولا انت؟ هو ده. اه. هو ده وانت عرفت عشان تتعافى. المفروض انت عندك اراده فاهم. المفروض انت عندك اراده او اه، عندك مخ يعني فاهم. الفرق بينك وبين الحيوان ان انت بتفكر يعني فاهم. طب ما حبيبي، مع الإنسان بيجي عليه وقت وبيضعف. ده حقيقي، والانسان اللي ضعيف بيضرب ده بشكل حيوان. عام. ازاي يعني؟ ليه يا حبيبي؟ الانسان اللي يعني بيضعف دي تتخلق. مشاعر، الانسان اتخلق بمشاعر واتخلق بعقل، ما اتخلقش بعقل بس. ماشي اتخلق بمشاعر ما عنديش مشكله، بس مثلا هنيجي ندي مثال. انت بني ادم جعان ومفيش في جيبك مثلا غير 20 جنيه تمام،
مم. يعني انت لو هتاكل ال 20 جنيه دي مثلا هتتدين للراجل صاحب المحل، امسك نفسي واعدي اليوم وما اصرفش ال 20 جنيه عشان انا جعان، ولا اروح اصرف 20 جنيه وابقى مديون للناس بره؟ انت بتتكلم في كونسبت ملوش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه مبدئيا بقى. انت قدامك حاجه بس لو بتحبها. لا، الراجل فكر اكله لو فكر الراجل فيه اكله حلو عامه هصرف ال 20 جنيه عادي. عشان تراجع، فاهم؟ تهمك على يا بطنك. يا علي يا علي يا علي، بص يا علي، الفكرة مختلفة تماما، لأن أنت بتتكلم دلوقتي فرق شاسع. أنت بتتكلم في مشاعرك، ما هو أنت مشاعرك أصلا، أنت لو بتقدر تتحكم في مشاعرك إحنا ما كناش عملنا الحلقة دي، إحنا ما كناش قعدنا نتناقش اه النقاش ده. اه ايوه. أنت مش بتكون عايز تضعف، صدقني صدقني، أنت مش بتكون عايز تقف في مكانك مع نفس الشخص اللي أنت أصلا طالع ميتين أمك بسببه، وحياتك كلها بايظة بسببه، أو واقف عشانه مش بتتحرك. فأنت مشاعرك او انت اللي اخترت بنفسك انك تقف هنا. لا، انت ما اخترتش اي حاجه خالص، انت مضطر وبتاخد على دماغك بالجزمه عشان مشاعرك هي اللي مودياك هنا. وعلى راي واحد صاحبي من اللي انا بحبهم، وقال لي الجمله دي من كام سنه، ومش فاكر كانت من كتاب ولا من فيلم ولا جملته هو حتى: اتجاهات القلب لا يمكن تفسيرها. انت مش هتعرف تفسر اللي بيحصل ده، وانت مش قادر، وانت ممكن تكون متضايق انك هنا، متضايق انك واقف، متضايق انك مش بتمشي مع الناس اللي بتمشي، بس انت مش قادر. ما هو انت مش عارف، وفعليا مش في ايدك حاجة غير ان انت بتجري من هنا، وفي حاجة بتسحبك لورا من هنا بس. لا، ففكرة. مش حاسس الكلام، مش عارف، بس انا يمكن عشان يعني مريت مثلا بموضوع مختلف شويه قبل كده فتره زمان، فالموضوع ده غير وجهه نظري بقى في حوار الموفينج اون بعدها، فاهم؟ ما هو الفكرة يا يعني علي ان انت ممكن مثلا اصلا ممكن تكون التجربة اللي انت كنت مريت بيها دي مش التجربة اللي انت المفروض تموف اون منها. ما انا اقول لك على حاجة، ما هو انا برضو مش في كل حاجة في حياتي كنت بقعد بالسنين مش قادر اموف اون، وقاعد محطم من الداخل وتعبان وسهران. لا، ما انا في حاجات كنت بموفن منها في ساعتين، في يومين. لا عادي، الفكرة هي الحاجة جت ولا لسه. هي الموفينج اون، فتره الموفينج اون بتتحدد على حسب مدى. الغلاوة والشخص والمعزة وكل حاجة، اه حاجات كتير، حاجات كتير قوي. دي حقيقه. فانا مختلف معاك في فكرة ان اللي بيضعف ده بيصعب عليا، اللي بيضعف ده انا، واللي بيضعف ده عبده، واللي بيضعف ده انت، بس انت لسه ما حسيتش بيها تقريبا. اللي بيضعف ده ناس كتير قوي. بس هي الفكرة هنا ان احنا مش جايين نقول انا له بضعف عبده. يا عم مش مهم ايه؟ انت يا انا عم. بضعف يا عم عبده. انا اللي هو بقى، يا انت عم انا هو انت بضعف يا عم. جبت سيرتي ليه يا ابني؟ انت حطيت اسمي في الموضوع ليه يا عشان انت ابني؟ اللي عارفني، عشان انت هنا اللي عارفني. لا انا بتكلم على بنزو اصلي، يقول يا عم العبد اللي بيضعف، برمي انا مالي اقول اكزامبلز، ما من. بتكلمش بقى على حد بعينه، ما تبقوش على الفون. ما ترميش عليا يا عم، ما يا عم ترميش عليا يا عم. يا عم اقعد ساكت بقى. يا عم اتنيل بقى، لا. طيب خلينا نخرج من النقطة دي يا وننتقل ريت. لنقطة ثانية. بلاش يعني نقطة ننتقل الموف لإيه؟ اون. ما هو مو نقطة موف إن إيه ده، دي الحلقة الموفينج أون. إحنا كده كده هنتكلم عن الموفينج أون بس بنشوف نقطة ثانية. طب يا جدعان، عايز اعيط. إيه الحاجات اللي بتسهل الموفينج أون؟ وانا قلتها من شويه، بس هقولها تاني: ما تخليش الحاجه اللي انت بتموفون منها قدامك، عشان انت طول ما انت شايفها. غير ده. اوكي، انك اديني حاجات بتسهل. اشغل حاول نفسك، تغير، اشغل نفسك. غير روتينك ماشي. بقى، فاهم؟ غير روتينك يعني، فاهم؟ يعني كلام مثلا جميل. انت مثلا كنت متعودين مثلا، او انت كنت تحب شارع معين مثلا بتمشي فيه، اعرف واحدة وفي تانية شارع عليه. تاني ممكن لا مش للدرجه دي يعني، ما تبقاش وسخ، فاهم؟ يعني ما تبقاش فاهم متساب وسخ. يعني يعني يا جماعه اللي بيعمل الحاجات دي بيبقى يعني، فاهم؟ تخيل تبقى متساب وسخ او متسابه وسخه، يعني فاهم؟ أنا يعني بهزر طبعا يا جدعان، احترموا محدش يعمل مشاعر، كده، يعني محدش بجد يعمل كده. احترموا مشاعر من بعدوك، يعني الناس اللي كون انتوا ان انت بتشوفوها، عملت كده، انت حتى اصلا لو انتوا هم. يعني مع كامل احترامي لحضرتك يعني، بس انت. مين انا؟ لا اللي عمل كده. اه ماشي، بحسب. فبحس انه مثلا انت لو بتحب شارع معين عادي اكسر الروتين وروح من شارع تاني، ممكن يكون اقصر، ممكن يكون اطول، تشوف في حاجه جديده، اكسر الروتين بقى، اكسر العاده اللي انت بتعملها مثلا، فاهم؟ كلام جميل. انا شايف انك تشغل ما نفسك تاخدش. بحاجات جديده، او تشغل نفسك اصلا بالحاجات اللي انت المفروض تعملها بقى، اذا كان دراسه اذا كان شغل، ده برضه هيساعدك فشخ. لان وانت مرتبط، او لو انت متعلق بشيء ايا كان هو ايه، هو بياخد جزء كبير من طاقتك ومن وقتك وبتاع. فانت لما الجزء ده يفضى، انت محتاج بقى تعوض الفراغ ده بحاجه. فلما تعوض الفراغ ده بحاجه، الدنيا هتحلو شويه. دي حقيقة زي ما فنان عمرو وفي دياب حاجه قال ايه: بقى، في سبت حاجه فراغ كبير. قال ايه؟ يا كابتن، لست عبد البلفظ، والله العظيم. ماشي في حاجه برضو اتفضل في يا استاذ فكره علي. انه بنبقى في ريليشن مثلا، فاهم؟ فتبدا الموضوع يخلص، فتبقى انت اصلا انت قبلها، يعني انت وانت في ريليشن كنت متعطل دراسيا الى حد ما، مثلا بنسبه 30 40%،
فلما تفركش ما تجيش تقول انا مش قادر اذاكر، انا تعبان، انا مخنوق. حضرتك انت كده بقيت متعطل بنسبه 90%، يعني انت كده ما استفدتش حاجه. لا روح ارجع عليها اكرم لك بقى عشان ما تسقطش، فاهم؟ عشان اه ما تسقطش وتدفع فلوس كتير. فاهم؟ لا ما يعني عارف لا، روح ذاكر، يعني روح ذاكر، اكسر 200 يوم من الروتين هتنساها وانت بتذاكر والله. وما تجيش تقول لي اصل الفيزياء بتفكرني بيها او الكيمياء بتفكرني بيها، فاهم؟ هي مش مركب. ليه يا عم لا دي يا اهبله، اينشتاين؟ يعني دي اهبل. بالظبط، انا فاهم؟ قانون يعني مثلا ما قانون ينفعش الحركه اكون انا بيفكرني واحد بيه. فاهم كانت فراكه بنت الكلب، فاهم؟ شيء مش منطقي. كنت فاروح بضرب. ذاكر حضرتك، مش هتفتكرها والله، اه هتنساها. مش يعني يا جدعان، لا مش، لا لا بقى يا جدعان، بس ستوب، بس انا عايز اعلق على حاجه يعني. بص يا جدعان، حوار النسيان ده بيبقى يعني ما نقدرش نقول عليه في فتره الموفينج اون عامه. انت ما بتنساش، انت ما هو بص يا علي، بتشغل احنا اتفقنا نفسك في الاول ان عشان الانسان ما مش بينسى. تديش الموضوع طاقه اكبر من الطاقه اللي المفروض ياخدها. يعني ما تديش حاجه حجم ممكن اكبر، تسيبني حجم ادعي اكبر من اللي انت ادعاء؟ فاكره. يعني مثلا هقول لك على حاجه ادعي يا ادعي. جدعان. دلوقتي علي ومنزو، انتوا نسيتوا اول اكس في حياتكم؟ ليه السؤال ابن ده؟ لا 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 لا، مش مجاوب. ممكن اقول لك انه انا ما نسيتش اول اكس في حياتي اللي كانت في اعدادي تقريبا. يعني يعني بقول لك اهو ان النسيان مش شرط ان الموفينج اون يكون مرتبط بالنسيان. يعني الموفينج اون حاجه، الموفينج اون حاجه يا جدعان ما والنسيان هو كده حاجه. كده الانسان مش بينسى، الانسان مش بينسى. انت على نفس النقيض ده، هل انت نسيت اول علقه ابوك اداها لك وانت غلطان؟ اكيد لا. اه والله عادي، لان انا خدت كذاب، كتير قوي. انت انا كذاب. خدت علق كتير قوي ماشي لدرجه ان عشان انا ماشي نسيت عشان كتر العلا، الترتيب. عشان كتر العلا يعني. يعني طب انت شكل ابوك قاسي، ممكن نقول مثلا ايه؟ هل انت فاكر اول هديه ابوك انت فاكر العجله اللي ابوك جاب لك في اعدادي وباعها لما رحت جبت السكوتر؟ انا فاكر بس ايوه، ما هي في حاجات ما بتتنسيش، الانسان يا طبعا ما كده. بينساش حاجه. الانسان ممكن ينسى الحاجه. الانسان مشكلته ان هو بينسى الحاجات اللي مش يعني، بينسى حاجات بس ما يقدرش ينسى الحاجات اللي هو عايز ينساها. بالظبط. او عشان هو مش بيفكر هنقدر فيه. نقولها كده، هنقدر هنقول ان هو مش بيقدر ينسى الحاجه اللي هي ايه، اللي بتعلم معاه قوي، فاهم؟ اللي بتفشخه. اللي كان حقيقي فيها. بالظبط. يا جماعة، بالظبط. أنا ادعائي إن الإنسان مش بينسى أي حاجة عامة، هو بيتناسى، وفي فرق كبير it فشخ ما دي makes بين sense. حقيقة، النسيان ده حقيقة والتناسي. it makes sense. فاكر ففاهم؟ وبيتناسى مصطفى عشان في كمان. محمود قال لك ايه؟ قال لك ان الانسان ما بينساش، ان هو انسان بيتصور ان هو بينسى، ولكن أيوه الحاجات دي بالظبط. بتتخزن اه عنده في عقله في حتت صغيرة كده، بتطلع فجأة بعدين. يس، ايوه ايوه أنت بتطلع ممكن فلاش باك. حلم واحد بسبب عقلك الباطن يرجعك لنقطة الصفر عادي، تحصل معايا كل ثلاث حلم ايه أسابيع منه؟ حلم ايه؟ انت بالظبط. ممكن اغنيه، فاهم؟ اغنيه ريحه بس انت برفان. الفكرة ان انت يس، أنا في خلاص بلاي يعني ليست كاملة مسحتها. اهو اتفضل. كان لك بأمانة. فصباح الفل يعني، فاهم؟ الموضوع مش فكره كده، الموضوع فكره انه احنا فعلا الانسان بينسى، فاهم؟ والله العظيم أنا عايز أعيط. المهم كنت عايز اضيف اقول ايه، ان الموفينج اون بغض النظر ان انت بتوصل له ازاي او بتعمل ايه عشان يحصل، بس بعيدا مختلف عن النسيان. يعني انت ممكن تكون فاكر الشخص عادي، فاكر الحاجات اللي كانت بينكم، بس انت مش حاسس بحاجه. انت خلاص الموضوع هذا كانه موقف حصل معاك زمان وتمام يعني، وخلاص. انت مثلا ايه، موقف حصل معاك في المدرسه او خلاص كده، فاهم؟ حياة وده شيء بتمشي، حلو فاهم؟ على فكره والله. مش حاسس بحاجه. ما انا بقول لك ده فكره ان انت بتبقى وصلت خلاص فعلا، لان انت تقول على نفسك انا تخطيت الموضوع ده. تخطيت ان انا ما بقتش وعلى عارف. فكره ما بيبقى بقى برضو. الموضوع ده ما بقاش ياثر عليا نفسيا، ما بقاش ياخد طاقه كبيره من تفكيري. ما بقاش ياخد طاقه من تفكيري اصلا ايوه وخلاص كانه حاجه بفتكرها صدفه او ايا كان. لان البني ادم لو شاف مثلا صورة مثلا من رحلة هو طلعها في ابتدائي هيفتكر الرحلة دي. لو سمع أغنية مثلا كان بيحب يسمعها وهو صغير وهو رايح المدرسة هيفتكر الفهم. فطبيعي الإنسان هيفتكر، بس خلاص هو تخطى الموضوع، بقى موقف عادي. فاحنا اللي عايزين نربطه وعلى هنا إيه؟ فكره اللي عايزين نقوله هنا إيه؟ بيبقى راجع إن برضه إحنا مش لحته عايزين السلام النفسي بتاعت نربط البني ادم. إن الموف. بتبقى راجع لحته السلام النفسي بتاعت البني ادم، ان انت متصالح مع نفسك، فاهم؟ ان انت الموضوع خلص وانا تمام وانا مش زعلان من الشخص ده وانا خلاص، فاهم؟ لا فالدنيا مشيت، زعلان او فاهم؟ مش زعلان، لا مش فكره زعلان او مش زعلان، هي فكره ان انت خلاص ما بقتش فارق لي، او انت مش فارق لي. يعني انا بالظبط، مش فاهم؟ مش خلاص. فارق لدرجه ان انا احس ان انا زعلان، او احس ان انت وحشني، او احس ان انت مش فارق بالنسبه لي فعلا. مش بقلل منك، لا انت مش برضه فارق فعلا لان خلاص. فاهمك والله. بس اللي عايز اقوله يعني ان هو الموفينج اون والنسيان مش حاجتين نفس يعني. مش عشان تموف اون لازم تنسى، مش عشان تنسى لازم تموف اون. عادي انت ممكن تكون مش موف اون بس نسيت الموضوع مؤقتا لفترة طويلة مثلا نظرا لانشغالك بحاجة تانية. بالظبط.
بس طب ننتقل لنقطة ثانية في الموضوع ده اللي احنا ايه؟ اتكلمنا فيه النهاردة. موضوع حلقة مؤلم ومؤرق ومتعب يعني، فاهم؟ انا مش حاسس بأي ألم اعتقد، بصراحة، يعني مش عارف. ولا انا مش والله، عارف بس ليه. اعتقد منذ كده مش هنام بالليل، فاهم؟ مش انت ما مش قلتليش يا انت منزو. مش منزو انت منزو منزو ايه. منزو من ساعة ما سألته قلت له انت فاكر اسم اول اكس؟ تقريبا هو مات كلينيكيا. منذ هيقعد وهو بينام، فاهم؟ يقول لك ايه؟ الموف اون ما تخليك تنام الليل، فاهم؟ الموف اون يوجع. مش انا كلامي عاجبك يعني انت وقعدت تقول لي قاعد استمتع بكلام منزو؟ استمتع بقى باحزاني يا عم. طب يا منزو، انت قول يا عندك منذ، سؤال سمعنا حابب كلامك حلو تطرحه او ومتعنا اقسم علي؟ بالله. سؤال منزو او علي عندكم سؤال عايزين تطرحه؟ مش اه، ممكن نسأل سؤال حلو؟ 2 في 4 بكام؟ كبني ادم، شايف مثلا كبني ادم، انا فاهم؟ حاسس ان حاسس احنا انها قاعدين في قعدة بنخاطب الحيوانات، فاهم؟ مودرن سبورت. حد شلبي هي دي فكرة وابو زي ما الدهب. تيجي. هي دي فكرة زي ما اه، تيجي عامة. ده تبديل قصب بقصب يا كابتن، فاهم؟ لم يزعزع في خطوة الدفاع. تحس ان احنا مسكنا الموضوع عصرناه من الاخر. اسأل يا علي، اسأل. يعني الناس بتشوف افريج ان انت تموف اون مثلا. يا ابني اسكت بقى يا ابني، خليه يسألهم السؤال. الناس بتشوف افريج ان انها تموف اون مثلا بعد قد ايه؟ يعني مثلا يوم، سنة، يو. سنين؟ انا يعني اجابتي مثلا اجابتي مش هتبقى كويس. في مثلا ناس يا بتقول يا لك يا عم انها علي، احنا قلنا ان المدة بتتحدد على حسب غلاوة الشخص، وعلى حسب قد ايه الانسان كان حقيقي ساعتها. ممكن. طب يعني نحط الناس تحط لنا مقياس، يعني مثلا لو انت كنت صادق في حاجتك او حقيقي، تمام، الموضوع ممكن ياخد منك قد ايه؟ سنين يا علي. يعني هو سنين انا وشهور يا شايف ان علي هو عادي. اقل مدة مثلا ممكن 20 سنة. لو زود عن 20 سنة ممكن يبقى في مشكلة. ممكن. طب وايه ده؟ اعتقد ما ينفعش اقل؟ انا كده برضو اعتقد يعني. مش عارف، بحس ان ده 20 سنه ده كتير يعني. لا يعني ممكن ساعات بتبقى 19. 18 ونص ده اللي هو صح لو يعني. انت بياع فشخ يعني. لا 18 ونص ده مثلا لو انتوا اوفر. مثلا كانت البدايات عندكم كويسة وبعد كده بقت خرا، فاهم؟ اه مش احسن اه حاجة برضو. اه، بس يعني الحياه انا عندكم شايف ان هو صعبه 20 خالص. سنة ايه اللي بيكون جابني هنا؟ حلو قوي. طب انت عادي، انت بتموف اون في خلال قد ايه؟ يومين. مش عارف بقى. بس بحس مثلا لو فتره مثلا كبيره، مثلا يعني مثلا نقول ان الريليشن شيبس في مصر هنا سنتين، ده الافرج المتوسط اللي متعرف عليه في الناس كلها. احنا ممكن حتى دي ما مثلا عدتش سنه، فيها سنتين. الافريج. لا انا بتكلم في العموم، يعني سنه سنتين ده الافرج بتاع الناس اللي في المتوسط يعني، فاهم؟ في ناس بتكمل 6 سنين وبتقعد 8 سنين وبتاع ربنا يبعدنا عنه. مثلا ان لو اتكلمنا مثلا في سنتين، ما ممكن تاخد سنتين زيها. لا اصل انا بقول لك هي ايه، هي بتختلف يعني، بعيدا عن الهزار بقى يا جدعان. هي بتختلف على ان الانسان ده ايه، هيفضل طول عمره عايش في مكانه وعايش على الذكرى، وحياته ايوه، واقفه وقافل على نفسه، ما بيعرفش ناس جديده، ما بيعملش حاجات جديده. وكل شويه يقعد يعيط لي، كل شويه يقعد يقول لي أصل انا كان وحشني ان انا اعمل كده هي مع الشخص اللي كان موجود. هي دي ولا الفكره ان على فكره. الانسان عملي وبيتحرك وبيعرف وعنده ايمان في نفسه وثقه في نفسه وكل الكلام ده. فبقول لك هي بتختلف يعني. وممكن الشخص هي دي يكون الفكره ان الانسان ما كانت كل يكملش، حاجة فاهم؟ حقيقية فعلا، وكان شخص هو بيحس بكل حاجة حقيقية وما كانش فيك عادي، وهتلاقيه بيموف اون بسرعة بسبب ان هو ناضج مثلا. شكرا يا اسطى حبيبي، حلوه الاضافه الاخيره دي، عجبتني، دخلت دماغي. حبيبي يا باشا. طيب احنا وصلنا كده لنهاية حلقتنا. استاذ منزو تقريبا هبط مننا، فعلي لا بيحاول لا، كوباية مية انا بسكر. انا انا ممكن هختم بس ادوني رسالة ختامية افهمكم بيها وهسكت. عامة قول يا باشا. لو انت ادينا عملنا حلقة بتتكلم عن الموفينج اون عشان الشخص الحبيب قلبي اللي انا عايز اعرف هو مين، اللي بعت وطلب حلقة عن الموضوع ده. اللي شكر نفسه يعني يبعت له عشان هو خانقني من ساعتها والله يا جدعان وانا تعبان. انا انت عايز ما اعرف. سمحتش انا تموف عايز اعرف روبن. وطبق فعلا المقولة الشهيرة بتاعت اللي قال ايه، خدوا العلم من افواه السفهاء. سفهاء. لا اديك خدت العلم من افواه السفهاء بقى. سفيه طيب سفيه، فاهم؟ قبل معاك قبل 3 صفائح قبل كمان. ان نقفل بس قبل عايز. ان نقفل بس عايز اقول حاجه. اتفضل. احنا كبني ادمين حياتنا قيمه فشخ بجد بجد. ما توقفش حياتك عشان شخص ايا كان مدى حبك ليه، ايا كان انت اتعلقت بيه قد ايه، وايا بس كان انت وحشتيني على فكرة. ايا كان مش هتكلم عن كل ده، ايا كان الذكريات اللي انتوا بنيتوها سوا والكلام ده كله، انت تستحق انك تكون في مكان احسن. فبعد اذنك ما تقفش سنين وشهور واقف بتدور على حاجه مش موجوده عشان في غيرك لسه واقف. انا اتجننت.
لا انا اتجننت بجد، فاهم. طب منزو انت بتضحك ولا بتعيط عشان على حسب الموقف؟ انا الاتنين عامة. المهم يعني ركزوا في حياتكم بجد، ويعني stay safe. ابعدوا عن الحب وهم بنكة، والله العظيم هتتعبوا جامد. حياتكم تستحق ان انتوا تبقوا في مكان افضل بكتير من ان انتوا تعانوا كتير بسبب ناس هتمشي، وممكن هي تنساكوا بسرعة اصلا، وانتوا تفضلوا عايشين على ذكريات هي فعليا مش في دماغ حد تاني غيركم. لا والله. بس يعني هي كده. طيب فناني وكان المفضل. معكم الثلاثي المرح، ونلتقي بكم مجددا في حلقة أخرى من سلسلة زي ما تيجي، ونتشرف باستقبال أسئلتكم على اللينك اللي هينزل مع الحلقة إن شاء الله.